لما تيجي تنتقد حد خلي نقدك بناء. يعني ما تجيش تقول له انت عيبك كذا وتسيبه، لا، قول له انت عندك العيب الفلاني وصحه كذا. بيحكى ان في رسام رسم رسمه، وكانت رسمه جميله جدا، وكان معجب بيها جدا وفرحان بيها جدا، فحب يعرضها على الناس. حطها كده في الشارع وحط قدامها لون احمر وفرشه، وكتب تحتها لو لقيت اي عيب او غلطه في الرسمه حط لي عليها نقطه حمراء. جه تاني يوم لقى الرسمه كلها حمراء، فزعل واتضايق واحبط. فشاف واحد صاحبه متضايق ومحبط، فسأله فيه ايه، قال له حصل كذا كذا كذا. قال له طب عيد الرسمه تاني، بس ما تكتبش اللي انت كتبته، اكتب ان انت لو لقيت غلط صلحه. فالرسام سمع كلام صاحبه وعاد الرسمه وحطها في نفس المكان، وحط ترابيزه وحط جميع الالوان والفرشه، وكتب اللي يلاقي حاجه غلط او وحشه في الرسمه يصلحها. جه تاني يوم لقى الرسمه زي ما هي. ففي ناس كتير لما بتيجي تنتقد بتنتقد لمجرد ان انا بنتقد، انا انتقد اذا انا موجود، مش بتنتقد ان هي بتصلح لك غلطة عندك. وفي ناس بتنتقد نقد بناء وايجابي، وبتحصل معايا وبشكرهم، يجوا يقولوا لي انت غلطك في الحتة الفلانية وصححها كذا. انما ناس كتير جدا اعمل فيديو والاقي كمية كومنتات جايالي، ايه مصدرك، ايه صحة الكلام ده، طب هل انت عارف الكلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط؟ لو انت ما تعرفش فانت ما تجيش تقول ايه صحة الكلام، ما تشككش في الكلام وانت ما عندكش المعلومة. عندك المعلومة قول لي كلامك غلط وصحه كذا. خلي نقدك بناء، مش نقد لمجرد النقد، انا انتقد اذا انا موجود. فيا ريت يا جماعة لما نيجي ننتقد اي حد يبقى نقد بناء وايجابي.